ايه وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض تراميسو بالمانجا، بس حاجه كده من الاخر، حاجه بترطب على القلب في الحر اللي احنا فيه ده، وبمكونات بسيطه جدا وسهل جدا تعمليه في 5 دقايق بس. يلا بينا نبدا ونشوف عملنا الجمال ده ازاي مع بعض. معايا هنا باكت من الكريم شانتيه، وباكت الكريم شانتيه يعني نص كوباية من الكريم شانتيه. حطيت عليها 3/4 كوباية يعني 150 جرام من عصير المانجا. وعصير المانجا لو هتعمليه في البيت هتضيفي له سكر، ولو مش هتعمليه في البيت وهتشتريه جاهز فهو اوريدي فيه السكر بتاعه. دي كانت علبة عصير جاهزة فاوريدي فيها السكر بتاعها، فما حطيت لهاش سكر وما حطيتش للكريمة بتاعتي سكر. هفضل اضرب بالشكل ده لحد ما القوام يكون بالشكل ده ويتقل معايا زي ما بتعملي الكريم شانتيه بالظبط. يبقى نص كوبايه من الكريم شانتيه حطيت عليها 3/4 كوبايه من العصير المانجا او 150 جرام من عصير المانجا. تمام كده، ده القوام المظبوط اللي احنا محتاجينه للكريمه. تعالوا بقى نجيب معانا في طبق على جنب. معايا 100 جرام من الجبنه الكريمي، اي نوع جبنه كريمي بتحبيها، فيلادلفيا او اي نوع تاني. وال100 جرام يعني تقريبا كده 4 مثلثات، يعني لو هتجيبي جبنه مثلثات وتشتغلي بيها ف4 مثلثات من الجبنه المثلثات. هحط عليهم معلقه كبيره كده من الكريمه اللي عملناها مع بعض، واقلبهم مع بعض بالشكل ده كويس جدا. والجبنه بتاعتك لما تبقي سايباها بره التلاجة تبقى سهله معاكي انك تقلبيها بالشكل ده، تبقى طريه يعني. هرجع بقى ازود الجبنه مع الكريمه على خليط الكريمه بالشكل ده، واقلبهم كده. وهضرب الكلام ده كله مع بعض، اديهم ضربه مع بعض. ممكن تقلبيهم بالسباتشولا مفيش مشكله، بس كده كده المضرب شغال يعني، فضربتهم بالمضرب ضربه كده علشان يختلطوا كلهم ببعض. وكده يبقى الخطوه دي جاهزه معانا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. شايفين القوام عامل ازاي؟ هنا بقى بجيب الصينية بتاعتي، معايا نص كوباية من العصير، عصير المانجا. هحط فيها صوابع ليدي فينجر واحطها واقلبها كده في العصير واحطها في الصينية بتاعتي. هنا بقى هعمل 3 طبقات من البسكوت، فضعفت كمية الكريمة اللي عملناها في الأول. يعني دي الكمية اللي أنا عملتها عملت قدها مرة كمان. يعني لو هتعملي 3 طبقات يبقى اعملي ضعف كمية الكريمة في الأول، لكن لو هتعمليها طبقتين بس فالكريمة كده مظبوطة معاكي، وتقدري تقسميها بالنص، تعملي نص في الطبقة دي ونص في الطبقة اللي فوق. تمام جدا. حطيت الكريمة بتاعتي بالشكل ده، وزي ما قلتلكوا انا عملت ضعف الكمية، يعني عملت كمية تانية من الكريمة. وهكمل بنفس الطريقة بنفس الطبقات. بحط بسكوت الليدي فينجر بتاعي في عصير المانجا وبحط كده طبقة، وبعدين بجيب الكريمة وبحط طبقة من الكريمة. وكمان تقدري تعملي في الحشوة من تحت كده قطع او مكعبات من المانجا، بس انا بما اني عاملة الكريمة اصلا بعصير المانجا مش بمية ومش بلبن مش بحليب يعني، فحبيت ان انا احط العصير في الكريمة فهيبقى طعمها مانجا برضو. وفي نفس الوقت احط مكعبات المانجا بتاعتي على وش الصينية من فوق. وتقدري تعمليها في صينية زي ما انت شايفة كده، وتقدري تعمليها في كاسات او كوبايات، تقدري تقدميها باي شكل تحبيه. عايزة اقولك طعمها جميل جدا جدا جدا، ولو عملتيها مرة تفضلي تعمليها لحد اخر الصيف من حلاوتها وجمالها. هكمل الطبقة بتاعتي بنفس الشكل كده، واحط الكريمة من فوق على الوش. وكده يبقى خلصنا الصينية بتاعتنا. شايفين اخدت معايا 3 طبقات بسكوت، لكن لو تعملي طبقتين بس يبقى مقدار الكريمة اللي عملناه في الاول مظبوط جدا. هجيب بقى على الوش، بصوا بقى شكل الطبقات عامل ازاي، وعلى الوش كده هحط مكعبات من المانجا، مكعبات مانجا كده متقطعة، ويا سلام على الجمال والحلاوة. الناس اللي بتحب المانجا الوصفة دي هتنزل في قلبك، لو جربتيها مستحيل تبطليها. واعمليها زي ما بقولك كده، وحطي عصير المانجا مع الكريمة بدل المية وبدل الحليب، هيدي تيست وطعم عالي قوي. ولو مش متوفر عصير مانجا جاهز تقدري تضربي مانجايتين كده او مانجايه، احنا مش عايزين كتير، مانجايه كده وتبقى مانجا بيوريه، عصير مانجا بيوريه، وتزودي السكر براحتك. حطيت بقى كريز كده، كان عندي كريز مجمد فحطيت على الوش كده في النص، وتفرجي على الجمال والحلاوه. بصي الطبقات وبصي المانجا وبصي جمال التراميسو بتاعتنا. هتدخلها بقى التلاجة لمدة 5-6 ساعات وخرجها على الاكل. كل ما تسيبيها في التلاجة اكتر هتدي طعم حلو اكتر، فسيبيها في التلاجة براحتك وطلعي واستمتعي بالجمال والحلاوة دي.
احلى واسرع تيراميسو مانجا وطعمه يجنن. جربيه وهيعجبك جدا بمكونات بسيطة جدا. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل. ولو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وتقولي لي ايه رأيك في الجمال ده. طعمها حلو قوي، جربيها وتعجبك جدا. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.